في الفيديو ده هقول لك 10 نماذج مشاريع او ما يعرفوا باسم البيزنس موديل تقدر تبداها من بيتك. هقول لك تعمل ايه ومحتاج ايه عشان تنفذ اي نموذج منهم من ادوات وملفات، وكمان هقول لك افكار تسويقيه لكل نموذج عشان تقدر تجيب اول عميل ليك. من الاخر كده بعد ما تتفرج على الفيديو كل اللي هتحتاج تعمله انك تبدا التنفيذ، تبتدي تبني لنفسك بيزنس مربح ان شاء الله. انا اسمي شادي السيد، وهدفي من قناتي اني اساعدك تبدا وتكبر مشاريعك من خبره 15 سنه في مجال التسويق والبراندنج. يا ريت لو استفدت من المعلومات اللي هشاركها، لو اديتك فكره جديده او علمتك حاجه جديده تعمل لي لايك. وانا بنزل فيديوهات كل جمعه، فيا ريت تتابعني عشان تشوف النصايح والمعلومات اللي بقدمها. دلوقتي يلا نبدا باول نموذج وهو الفيرتشوال ايجنسي، ودي عباره عن شركه خدمات بتبداها عن بعد عن المجال اللي انت عندك خبره فيه. مش لازم يكون عندك المهارات الفعليه اللي بتقدم الخدمه، ولكن يكفي انك تكون عارف الخدمات بتحتاج مهارات ايه عشان تتنفذ. وبيكون دورك انت بقى انك تعمل لنفسك تيم عن بعد من الشباب اللي هيقدروا ينفذوا الخدمات دي، وانت اللي تجيب الشغل وتكون المتحكم النهائي في السعر. ودي اصلا السمه الاساسيه عند رواد الاعمال، وهو انهم بيستخدموا ما يعرف باسم الليفرج. والليفرج هو اعتمادك على موارد سواء بشريه او ماديه عشان تعمل لنفسك مشروع. لو انت شغال في شركه فصاحب الشركه بتاعتك بيستخدمك ليفرج عشان يعمل لنفسه وللشركه فلوس، فليه ما تعملش انت بنفسك الكلام ده؟ طيب ازاي تبداها؟ هتحدد اولا الخدمه اللي انت بتقدمها، وهتحدد الاشخاص اللي يقدروا ينفذوها، وبعدين هتتفق معاهم على تكلفه. وطبعا هنا انت لازم تدور على شباب بيدوك شغل حلو بتكلفه كويسه عشان تسيب لنفسك مساحه للربح بدون ما سعر السوق بتاعك يبان غالي. تعال ناخد مثال. لو انت هتفتح شركه تسويق، طبعا اول حاجه لازم تكون فاهم في التسويق. بعدين هتدور على شباب بتعمل ديزاين، شباب بتعمل فيديو اديتنج، شباب بتكتب، شباب بتعمل ميديا باينج، ويبقى عندك ملف كده باسمائهم واسعارهم وكل خبرتهم. بعد كده بتبتدي انت بقى تبص على دايره معارفك، تروح ايفنتات، تبعت لعملاء على لينكد ان وتقول لهم ان عندك شركه تسويق او تيم تسويق وبتقدم الخدمات دي بالسعر ده. وبكده بقى عندك شركه وانت قاعد في البيت. اكتب لي في التعليقات ايه الخدمه اللي ناوي تقدمها عشان غيرك يشوفها ويتواصلوا معاك لو يقدروا يساعدوك. تاني نموذج هو نموذج الوسيط، وهنا انت دورك انك تربط بين البائع والمشتري. فلنفرض ان انت عندك علاقات كتير مع ناس عندهم عقارات او بتبيع عقارات، وعندك برضو علاقات مع ناس ممكن يشتروا. انت دورك هنا انك تربط الاتنين دول ببعض وتاخد كوميشن على البيعه سواء من طرف البائع او المشتري. وطبعا بما انك هتاخد نسبه من احد الطرفين او من الاثنين، شطارتك هنا بقى انك تدور على منتجات سعرها غالي وتبقى وسيط بينهم. والنموذج ده قايم على العلاقات، فلازم توسع دايره علاقاتك، ولازم كمان تدور اكتر على ناس عندها استعداد تشتري، لانك كل اللي هتعمله بعد كده انك هتتصل بالشركات اللي عندها المنتج او الخدمه وتقول لهم انك معاك عملاء مهتمين هتدوني قد ايه كوميشن. كمان تقدر تدخل على صفحات السوشيال ميديا اللي عليها ناس بتسأل بكام ومنين، وتتواصل مع الناس دي وتبتدي تقول لهم انك هتقدر تلاقي اللي بيدوروا عليه وتكمل البيعة على كده. كمان ممكن تبتدي انت تصنع محتوى عن المجال نفسه من غير حتى ما يكون عندك منتج. مثلا لو المنتج اللي هتتوسط فيه هو العقارات، اطلع اتكلم عن ازاي تختار عقار، ايه الاوراق المطلوبه، ازاي تبدا وفين تدور، واعمل له تمويل بسيط على السوشيال ميديا عشان تجيب ناس اكتر. وهنا انت عندك ميزه مهمه جدا، انت تقدر تتكلم براحتك على عكس البراندات اللي عندها قيود في طريقه صنع المحتوى بتاعها، وكمان الناس هتصدقك اكتر. يا ريت تقولي في التعليقات ايه المنتجات اللي بتدور فيها على مشتريين. ثالث نموذج هو اداره صفحات السوشيال ميديا للمشاريع الصغيره. اصحاب المشاريع الصغيره ما عندهمش وقت يفكروا في صناعه المحتوى، مشغولين بخدمه العملاء لانهم بيعملوا كل حاجه بنفسهم، وكمان ممكن ما يكونش عندهم اصلا خبره او علم بطريقه اداره السوشيال ميديا وصناعه المحتوى. وهنا انت هتيجي وتساعد المشاريع دي تكبر على السوشيال ميديا، سواء بقى بانك هتصنع محتوى، ولا هترد على الرسائل، ولا هتحافظ على التفاعل، ولا هتنزل ستوريز، ولا حتى تعيد نشر المحتوى على قنوات سوشيال ميديا مختلفه. وهنا ادوات زي كانفا وادوات الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي والصوره للصور والفيديوهات هتساعدك بشكل كبير جدا، لانك هيكون عندك اداه بتيجي بافكار محتوى وتكتبه وتعمل لك الكالندر، واداه كمان بتصمم، وتقدر تستخدم تليفونك عشان تاخد بيه فيديوهات. وهنا عشان تجيب عملاء محتاج تشتغل على السوشيال ميديا بتاعتك، محتاج تدخل تبص على التحديثات اللي بتنزل على قنوات السوشيال ميديا وتطلع تتكلم عنها، تتكلم عن افضل الممارسات، تتكلم عن اهميه السوشيال ميديا للمشاريع الصغيره وازاي انت هتاخد الحمل ده عنهم. ولو تقدر اعمل تمويل بمبلغ بسيط لفيديوهاتك عشان توصل لناس اكتر بسرعه. وبعدين بتبتدي بقى تبعت رسائل للمشاريع اللي شايف عندهم مشاكل في صفحتهم، مثلا مش بينزلوا باستمرار، محتواهم مش قد كده، ما عندهمش تفاعل كافي، وتبتدي تتكلم عن المشاكل دي في رسالتك عشان يعرفوا هم فايتهم ايه ويبداوا معاك. رابع
نموذج هو بيع المنتجات الرقمية. احنا حياتنا بقت اونلاين، من شغل لدراسة لتسلية، والناس بقت محتاجة ادوات رقمية تسهل عليهم شغلهم وانشطتهم. دور على مهارة بتعرف تعملها احسن من غيرك، او تاسك بياخد منك وقت اقل وغيرك بياخد فيه فترة عشان يخلصه. وادرس الجمهور اللي محتاجه واعمل منتج رقمي منه. ممكن يكون مثلا كتيب عن ازاي تعمل حاجة معينة، او ممكن تكون تمبلت الناس تمشي عليها في تاسكاتها، او حاجة عشان الناس تلاقي معلومات عنها بتدخل على كذا مصدر تقوم انت جاي وتلمهم في ملف واحد بسعر رمزي. يعني مثلا بعد الاي اي في ناس كتير عملت كتيبات عن البرومبتس اللي بتدخلها على تشات جي بي تي عشان يجيب لك رد افضل وبقت تباعها. الميزه هنا بقى كمان ان انت في الموضوع ده المحتوى اللي باللغه العربيه قليل. اغلب المنتجات الرقميه اللي موجوده بالانجليزي، فلو تقدر انت تبني منتجات منها باللغه العربيه هتبقى ساعدت جمهور كبير. وهنا بتعمل حركه بسيطه عشان تسوق للمنتج بتاعك. بتكتب كذا اعلان قوي عن التمبلت بتاعتك او المنتج بتاعك والمزايا اللي فيه والمشاكل اللي بيحلها للعميل، واعمل اعلانات مموله مع رابط الناس تشتري منه او تطلب منه. وكمان ابعت نسخه مجانيه لصناع محتوى وخليهم يتكلموا عنه. ولو انت اصلا عامل لنفسك اسم في مجال معين على السوشيال ميديا، كده انت بقى عندك جمهور جاهز. دور بس على الملف اللي حاسس انهم محتاجينه دايما وحوله المنتج. وهنا هتحتاج ادوات تصميم زي كانفا، او ممكن تشوف لك مصمم محترف يعمل لك تصميم المنتج. وطبعا هتحتاج موقع شوبيفاي بسيط او لاندنج بيج تبيع عليها المنتج. يا ريت تقول لي في التعليقات لو بتقدم اي منتج رقمي، وحط رابط للناس عشان تشوف. خامس نموذج اعاده بيع المنتجات المستعمله بعد التحسين. لو دخلت على اي ماركت بليس زي فيسبوك ماركت بليس ولا دوبيزل ولا ايا كان الماركت بليس المعروف عندك، هتلاقي منتجات كتير الناس بتبيعها بسعر قليل عشان ما بقوش محتاجينها ولا هينقلوا بيت ويسيبوها. وتيجي انت وتاخد المنتجات دي وتعمل عليها شويه تحسينات وبعد كده تبيعها بسعر اكتر. انت كده عملت لنفسك بيزنس. واسمع مني السر ده، البراندنج وطريقه عرض المنتج اهم من المنتج نفسه. فلو قدرت تعمل تحسينات وتاخد كام صوره حلوه للمنتج ونزلتهم بشكل شيك، هتقدر تعلي السعر بتاعك. او حتى لو عملت بالمنتجات دي صفحه خاصه بيك على السوشيال ميديا وبقيت تبيع عليها، يبقى انت كده عملت سوق لنفسك. سادس نموذج اسمه دان فور يو سيرفيس او الشغل الفريلانسنج، ودي الخدمات اللي انت تقدر تخلصها بنفسك. مثلا بتبني ويب سايت، بتعمل ديزاين، بتكتب محتوى لشخص، بتعمل لوجوهات، بتعمل فيديو اديتنج، وبتعرض الخدمه دي بنفسك للناس. وهنا بتصمم لنفسك لاندنج بيج بسيطه وبتتكلم فيها عن خدمتك وبتحط رابط لطلب الخدمه. في اداه زي ميلر لايت بتديك باقه مجانيه وتقدر تعمل منها لاندنج بيج. بعدين بتعمل لنفسك صفحه سوشيال ميديا وبتدخل تشرح وتتكلم عن الخدمه وبتقول قصتك وقصص النجاح بتاعتك عليها. او ممكن تعمل لنفسك بروفايل على مواقع الفريلانسر زي اب وورك. وهنا بتبتدي الاول تشتغل على دايره صحابك لحد ما تقف على رجليك، وبعدين تبتدي تعمل اعلانات وتوسع خدماتك. ومش عايزك تستقل باي مهاره بتقدر تقدمها، في غيرك كتير مستعدين يدفعوا فلوس فيها بس انت محتاج تلاقيهم. اكتب لي في التعليقات لو عندك اي مهاره بتقدمها فريلانسنج. سابع نموذج هو افلييت ماركتنج. لو في فئه معينه من المنتجات بتحبها او فاهم فيها اكتر من غيرك، ليه ما تكسبش من وراها فلوس؟ الافلييت ماركتنج ده نوع من انواع التسويق بالعموله. يعني بتعمل تسويق لمنتجات معينه والناس بتشتري من رابط خاص بيك وبتاخد عموله كل مره حد يشتري المنتج بالرابط بتاعك. امازون مثلا عندهم برنامج التسويق بالعموله الخاص بيهم، وهتلاقي اغلب الاي كوميرس ويب سايتس عندهم نفس البرامج. وطبعا تقدر تشوف انت مهتم بانهي نوع من المنتجات وتدخل تدور على برنامج افلييت وتشترك فيه. وبعدين بتعمل لنفسك صفحه سوشيال ميديا تقدم فيها ريفيوز عن المنتجات دي. لو مثلا مهتم بالكتب او مهتم بمستحضرات التجميل، مهتم بالملابس، مهتم بالاجهزه الرياضيه، تقدر تعمل صفحه خاصه بيك وتتكلم فيها عن اي فئه مهتم بيها وتعمل من وراها فلوس. وعلى فكره مش شرط تشتري المنتجات دي، طبعا يفضل انك تشتري المنتج لو هتعمل عنه ريفيو، بس في البدايه بتحاول تبني صفحتك، وبعدين الشركات اصلا هتبعت لك منتجات تعمل عنها ريفيوز وتبتدي بقى تشارك الرابط الخاص بيك مع كل محتوى. تامن نموذج هو بناء براند تجاره الكترونيه على منصه شوبيفاي، وده بيعتبر واحد من اسرع واقوى الطرق لبدايه مشروع تجاري ناجح من البيت. الفكره هنا انك بتختار نيش معين او منتج محدد تحب تشتغل عليه، سواء كان منتج من تصميمك الخاص او منتج بتستورده من موردين. وبتبتدي بقى تبني ماركتك الالكترونيه بالكامل على منصه شوبيفاي، ودي بتوفر لك كل الادوات اللي محتاجها عشان تبني متجر احترافي، من تصميم صفحات البيع، اداره المخزون والدفع والشحن. وهنا في الاول بتبدا بتحديد المنتج او الفئه اللي عايز تركز عليها، وتعمل دراسه للسوق والمنافسين عشان تتاكد ان في طلب كافي. وبعد كده بتبتدي تبني متجرك على شوبيفاي وتبتدي تضيف منتجاتك. وفي مرحله التسويق هنا بتبدا بتصوير المنتج بتاعك بشكل واضح، وبعدين تبدا تبني رسائل تسويقيه تركز على العائد النفسي والمادي للمنتج عشان تشد الناس. وبعدين بتبتدي تمول المحتوى ده على السوشيال ميديا. كمان مهم انك تستغل التسويق بالمؤثرين الاجتماعيين حتى لو كانوا صغيرين في البدايه، لان ده بيساعدك
توصل لجمهور اوسع بطريقه فيها مصداقيه وتاثير اكتر. وبرده طبعا لازم تبني لستة ايميلات للعملاء المحتملين من اول يوم عشان تقدر تبعت عروض وتحديثات عن المنتجات الجديده. ونقطه مهمه جدا في النموذج ده، لازم تختار موردين تثق فيهم، سواء لو كنت بتعمل منتجات جاهزه او في دروب شيبينج، عشان تضمن سرعه تسليم المنتج والجوده بتاعته، لان ده هيأثر بشكل كبير على سمعه البراند بتاعك. النموذج التاسع، ورش العمل المدفوعه. لو عندك مهاره متمكن منها وقادر تعلمها، او عندك ناس عندهم مهارات في مجالات معينه، تقدر تنظم ورشات عمل تعليميه. والموضوع بسيط، بتحدد موضوع ورشه العمل، بتحجز مكان، وبتعمل تصميم حلو واعلان مدفوع عشان تجيب حضور. شطارتك بقى هنا انك تحاول تشتغل مع ناس عليهم اصلا طلب، ناس بيعلموا حاجه الناس محتاجاها. وطبعا بقى تصور فيديوهات من الورش دي وتجيب ريفيوز من الناس اللي حضروا، وتبتدي تنظم ورشات اكتر وتستخدم المحتوى بتاعك ده في الدعايه. النموذج العاشر هو خدمات الاستشاره والتوجيه، وده واحد من اسهل واسرع النماذج اللي تقدر تشتغلها من البيت. لو عندك خبره او مهاره في مجال معين زي التسويق، تطوير الاعمال، الاداره، او حتى المهارات الحياتيه، ابتدي قدم استشارات. والفكره هنا انك بتبتدي تقدم جلسات استشاريه فرديه او جماعيه تساعد الناس تحل مشاكل معينه او تحقق اهداف معينه. في الاول طبعا بتبتدي تحدد المجال اللي انت شاطر فيه، وبعدين بتبتدي تعمل باقات جلسات باسعار مناسبه، ممكن تكون جلسات فرديه او برامج طويله المده حسب طلب العميل. وتقدر تستخدم ادوات بسيطه زي زوم ولا جوجل ميت عشان تعمل الجلسات دي، وتنظم مواعيدك من تطبيقات حجز المواعيد الموجوده اونلاين. وعشان تجيب عملاء، ابدا الاول بالناس اللي حواليك على الفيسبوك او على لينكد ان. ممكن كمان تعمل ورش عمل او جلسات مجانيه عشان تكسب ثقه العملاء. وبمجرد ما تبدا تشتغل مع ناس وتساعدهم فعلا، ابتدي اطلب منهم يكتبوا لك تقييم او توصيه عشان تقدر تستخدمها في التسويق. كمان مهم جدا انك تبني لنفسك صوره قويه كمستشار موثوق، سواء بموقع بسيط او صفحه على السوشيال ميديا بتشارك فيها تجاربك وافكارك. ومع الوقت والاستمرار، خدمات الاستشاره دي هتبقى مصدر دخل ثابت ليك. وكمان ممكن تتوسع وتبقى برامج تدريب او اشتراكات شهريه تقدم فيها دعم مستمر ومحتوى اضافي للناس اللي بتشتغل معاهم. ودول كانوا النماذج العشرة اللي تقدر تبني بيهم بيزنس من أي مكان. قولي في التعليقات أنهي نموذج أقرب للتنفيذ بالنسبة لك، وهشاركك تجربتي معاه. ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة لو استفدت من الفيديو عشان تشوف فيديوهات الأسبوعية. الفيديو جاي هتكلم فيه عن أقوى أفكار تسويق للمشاريع الصغيرة، فشغل جرس التنبيهات عشان ما يفوتكش الفيديو. وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.